السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في أول حصة في المنهج الجديد. أخباركم يا رجالة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بأول درس عندك في المنهج، ألا وهو بعنوان Live along the Nile. Live along the Nile هو العيش بجانب مين؟ بجانب نهر النيل. تعالى كده ناخد الفوكاب اللي عندك الأول. الأعشاب المائية معناها water weeds. water weeds يعني الأعشاب المائية، أو ممكن نقولها بطريقة تانية water weeds. water weeds يعني الأعشاب المائية. يصطاد يعني hunt. وطبعا الاصطاد ده مش بس الأسد هو اللي بيصطاد، عندنا بقى الكروكودايل بيصطاد، وعندنا الإنسان بيصطاد، وعندنا النمر والأسد بيصطاد زي ما انتم شايفين كده. تمام. يبقى الصاد معناها هانت، اما الاعشاب المائيه معناها ووتر ويدز. نهر النيل معناها ذا نايل ريفر معناها نهر النيل. ذا نايل ريفر. حشرات يعني انسكتس. اما حشره واحده معناها انسكت. تمساح كروكودايل كروكودايل معناها ايه؟ تمساح. يبقى اللي احنا قرأناه يا مستر، قرأنا الأعشاب المائية water weeds، يصطاد أو يطارد hunt، نهر النيل the Nile river، حشرات يعني insects، تمساح يعني crocodile. تمام يا شباب؟ تمام يا مصر. تعالى نخش على الاكسترا أو الادجكتيف اللي عندك، الكلمات الزيادة اللي عندك. قوي يعني strong. قوي يعني ايه؟ strong. صغير جدا tiny يعني صغير جدا. تساوي كلمة اسمها ايه؟ small، صغير برضه. ملون يعني colorful يعني ملون. آمن يعني save يعني آمن. يبقى قوي strong. صغير جدا tiny. ملون colorful. آمن save. نظيف يعني clean. خطير يعني dangerous يعني خطير. مخيف يعني scary يعني مخيف. اقول لك ايه مثلا؟ the lion is scary، الاسد ده بيكون مخيف. مختلف يعني different يعني مختلف. مدهش يعني amazing يعني مدهش او مذهل. كبير الحجم large. صغير الحجم small. ضخم huge. اقول لك ايه؟ the elephant is huge، الفيل بيكون ايه؟ الفيل بيكون ضخم. الاكسترا فوكاب عندك الكلمات الزياده انواع، يعني kinds او kind الصح. بص ملحوظه هنا، حرف الدي لو جه بعده حرف الاس ممكن ما تنطقش حرف الدي عادي. تمام، فاقول kinds او اقول friends، اللي هي كلمه friends اللي هي اصدقاء friends صح، و friends من غير حرف الدي صح. ليه يا مستر؟ عشان حرف الدي جه بعده حرف الاس فانا ممكن ما انطقش حرف الدي. طيور birds، ممكن اقول هنا birds. ممكن برضه اقول birds عشان ما انطقش حرف الدي. ليه ما نطقتش حرف الدي يا مستر؟ علشان في حرف اس هنا. مخلوقات او كائنات creatures يعني مخلوقات. نباتات يعني plants. الحياة life. كل من boss. سمك fish. دور rule. البشر humans. تعال بقى دلوقتي هنخش على الافعال المنتظمه اللي هي تصريف الافعال. في افعال منتظمه الماضي منها بنضيف له دي اسمها افعال منتظمه. اما الافعال غير منتظمه بيبقى التصريف الثاني للفعل ايه؟ ده بيكون فين؟ في الماضي. يعني مثلا eat، والله يا مستر eat ده مش فعل منتظم فيبقى التصريف الثاني بتاعه ايه؟ ate. come came. find found. keep kept. knew. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. يكمل دي بقى. نخش بقى على الافعال المنتظمه. الافعال المنتظمه بيبقى بنضيف دي للفعل. تمام يا شباب؟ دي فين؟ في الماضي. بقى لك مثلا complete بتبقى completed. called. survive يعني يبقى على قيد الحياه. survive. الماضي منها survived. protected. affected. harmed. happened. flowed. تمام يا شباب؟
تمام يا مستر. تعال نخش بقى على الاكسبريشنز اللي عندك والبروبوزيشن اللي هي التعبيرات وحروف الجر. حول العالم around the world. around the world يعني حول العالم. around the world. home to معناها موطن لي. موطن لي. هذا مثير للاهتمام. that's interesting. that's interesting يعني هذا مثير للاهتمام. يقوم بدور هام. play an important role. play an important role. لذلك that's why ليس تماما not really. not really ليس تماما. بالقرب من النهر. near the river. near the river بالقرب من النهر. أنواع من kinds of أو kinds of صح زي ما احنا اتفقنا. ينظر إلى look at ملوك النيل kings of the Nile. وطبعا من ملك النيل؟ طبعا مش الأسد، ألا وهو كروكودايل. التمساح هو مين؟ ملك النيل. تمام يا شباب. فيقول لك مثلا نقط كده king of the Nile نقط is بيكون مين؟ lion كروكودايل. فتبقى الإجابة إيه؟ كروكودايل. على امتداد النيل along the Nile يشبه look like. ماذا عن what about؟ what about. تمام يا شباب. تمام يا شباب. ماشي. تعال نحل كده مع بعض الأسئلة ديت. نقط are dangerous and huge animals. بيقول لك ايه؟ هو خطير وبيكون حيوان ضخم. تعال كده نشوف مين هنا الخطير ومين هنا اللي بيكون حيوان ايه؟ حيوان ضخم. turtle اللي هو السلحفة؟ لا. كروكودايلز، ايوه يا مستر، الكروكودايلز ده حيوان خطير وضخم. كات؟ لا، كات دي القطة. تمام. فتبقى الإجابة ايه؟ كروكودايل. Birds are not that can fly. Birds are creatures. الطيور ديت مخلوقات تستطيع أو عندها القدرة اللي هي بتطير. صح ولا لأ؟ صح يا مستر. Number 3. Small fish in the river eat water. ايه؟ أعشاب مائية بتاكل الأعشاب المائية اللي هي weeds. water weeds يعني الأعشاب المائية. تمام يا شباب؟ معايا يا شباب؟ ركز معايا. Number 4. I like wearing not clothes. I like different color. يبقى ايه؟ بيحب ألوان مختلفة. فإذا يبقى بيحب يلبس ايه؟ بيحب يلبس هدوم ملونة. تمام. Number 5. Different animals should find their food too. الحيوانات المختلفة لازم تلاقي أكل علشان تبقى عايشة، اللي هي تدنها حية. يبقى على قيد الحياة اللي هي survive. أظن مفيش أسهل من كده يا شباب. عايش يا بطل. تعالى بقى ايه ناخد listening and reading. ركز معايا هنا كده. هنا عنوان listening قال لك ايه بقى؟ where life flows يعني حيث تتدفق الحياة. أحمد and ليلى are talking about life in the Nile River. يعني أحمد وليلى بيتكلموا عن الحياة اللي في نهر النيل. ماشي يا شباب، ركزوا بقى معايا كده. Look at the small fish in the Nile River. بص كده، أحمد بيقول لليلى بص كده على الأسماك الصغيرة اللي في نهر النيل. They are so colorful. يعني هي بتكون إيه؟ بتكون ملونة. فليلى قالت إيه؟ Yes, do you know that small fish? Do you know؟ هل تعرف that small fish eat plants in the water؟ انت عارف ان النباتات دي او السمك ده بياكل النباتات اللي في الميه. These are called water weeds او water weeds. ديت بنسميها الاعشاب المائيه. تمام. فاحمد قال لها ايه؟ واو that's interesting. هذا مثير للاهتمام. What about birds? What do they eat؟ حد شاطر يقول لي هنا ليه حطينا الفعل المساعد do ما حطيناش does؟ عشان هنا ايه؟ الفاعل زي ده المضارع البسيط. ماشي. هناخدها ان شاء الله في المنهج عندنا، يعني الحصه الجايه ان شاء الله هناخدها. فليلى قالت له ايه بقى؟ birds eat small fish. الطيور بتاكل السمك الصغير. insects الحشرات and even plants near the river. حتى النباتات اللي بالقرب من نهر النيل هي ايه؟ بتاكلها. تمام يا شباب. فاحمد قال لها ايه؟ واو what about big fish؟ what about big fish يعني ماذا عن الاسماك الكبيره؟ الاسماك الكبيره بتاكل ايه يا ليلى؟ فليلى قالت له ايه؟
They eat smaller fish بياكلوا السمك الصغير. Insects الحشرات and tiny creature والمخلوقات الصغيرة in the water اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في المية. ماشي يا شباب؟ ماشي يا مستر. أحمد قال لها إيه؟ and crocodiles what do they eat؟ برضه إحنا لسه قايلين إن ليه اخترنا دول عشان إيه؟ جاب الفاعل زايد، يبقى الفاعل إيه؟ زايد. فهنا what do they eat؟ حتى التماسيح يا ليلى بياكلوا ايه يا ليلى؟ تماسيح. فقالت له ليلى ايه؟ they eat fish بياكلوا سمك. birds, طيور and sometimes larger animals that come near the water. حتى التماسيح دي بتاكل ايه بقى؟ بتاكل الاسماك، طيور، واحيانا sometimes يعني احيانا ايه الحيوانات الكبيره اللي بتقرب من بركه الميه. يعني مثلا في حيوان اهوت تمام جه عشان يشرب، فهنا في تمساح مستخبي، فايه اول ما الحيوان يوطي يشرب فيروح التمساح واكل. ماشي يا شباب. على فكره التمساح ده قبضته من اقوى القبضات في العالم. فاحمد قال لها huge crocodiles are scary. huge يعني الضخم، التماسيح الضخمه ديت بتكون مخيفه. do any animals hunt them؟ يعني في اي حيوان تاني بيصطادوا؟ فقالت له ايه not really مش تمام. they are the kings of the Nile. لا ده هم ايه؟ هم الملوك بتوع النيل. يبقى مين هنا ملك النيل بقى؟ lion ولا كروكودايل؟ تقول له يا مستر كروكودايل هو ملك مين؟ ملك نهر النيل اللي هو النايل ريفر. فاحمد قال لها ايه it's amazing how all animals in the river find food to survive. قال لها ايه it's amazing يعني من المدهش how all animals يعني كيف الحيوانات، كيف كل الحيوانات او كيف تجد جميع الحيوانات في النهر طعامها للبقاء على قيد ايه؟ على قيد الحياة. فليلى قالت له ايه each animal plays an important role. كل حيوان له دور مهم. That's why we must protect the river. عشان كده أو لهذا السبب يجب علينا حماية مين؟ حماية النهر. خلي في علمك must بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، والمصدر ده مصدر بيكون الفعل من غير أي إضافة، من غير إضافة الإس، من غير إضافة الأي إن جي، من غير إضافة الإي دي. تمام يا شباب كده إحنا قرأنا الجزء ده. تعالى نحل كده، أحل معاك بس أول جزء هنا. يقول لك it is important to not the Nile River. يبقى ايه من المهم اللي احنا نحمي نهر النيل. يحمي يعني protect. Number 2 not in the Nile River are called water weeds. ايه بقى اللي في النهر النيل بنسميه الاعشاب المائيه؟ النباتات plants، الاعشاب المائيه. ماشي. رقم 3 birds eat small fish. الطيور بتاكل السمك الصغير. ايه and خلي في علمك الفاصله ديت معناها and، بس انت لما تقول لما يكون في 3 حاجات بدل ما تقول and لا بنعملها كوما وفي الاخر نحط ايه؟ في الاخر نحط and. تمام ماشي يا شباب. فهنا يبقى ايه بتاكل ايه الطيور؟ بتاكل انسكتس الحشرات. هل الطيور هتاكل الشجر؟ لا. هتاكل التيرتلز اللي هي السلحفه؟ لا. كروكودايلز هتاكل التماسيح؟ لا. humans need water food and air to. الإنسان ده أو البشر عايزين المية اللي هي الووتر أو الووتر، food الطعام and air والهواء علشان إيه؟ علشان يبقوا على قيد الحياة survive. تمام يا شباب. وبكده نكون خلصنا أول جزء عندك أو أول درس عندك، وإن شاء الله انتظر جزء الحل، وإن شاء الله الحصة القادمة هنحل مع بعض الجزء ده. تمام يا شباب. وهنشرح قاعدة المضارع البسيط اللي هو present simple. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.